مصادر البروتين الغير حيوانية. أول حاجة عندك الحبوب زي العدس وزي الحمص وزي اللوبيا وزي البسلة. عشان تاخد نسبة بروتين كافية من الحاجات دي لازم تخلط كذا نوع مع بعض، اللي هي فكره الكشري، بس طبعا مش كشري المطاعم، الكشري اللي بيتعمل في البيت. الكشري اللي بيتعمل في البيت هتعمل فيه عدس واعمل فيه رز واعمل فيه حمص واعمل فيه لوبيا، او ضم عليه كذا نوع من انواع الحبوب. ليه بنضم كذا نوع؟ لان كل نوع من الحبوب فيه نوع معين من البروتين، فانت لما تضم 3 4 انواع مع بعض انت كده بتحاول تجمع انواع مختلفه من البروتين فتاخد في الاخر بروتين كامل. وده اللي موجود في اللحمه والفراخ. ميزه اللحمه والفراخ والبيض في كل الاحوال ان البروتين اللي فيها كامل. يعني انت البروتين اللي في الفراخ فيه كل انواع او مصادر البروتينات الاساسيه اللي هي الايه التسعه الاساسيين اللي جسمك محتاجهم. طيب الحب فيه بروتين بس ما فيهوش التسعه، ممكن تلاقي اللوبيا فيها نوع، ممكن تلاقي الحمص فيه نوع، العدس فيه نوع، فانت جمع كذا نوع مع بعض في وجبه واحده هتلاقي نفسك خدت نسب كويسه من البروتين. وانا برضو لحد دلوقتي على الرغم من المشاكل الاقتصاديه وان البيض غالي، انا بقول ان البيض لا يزال ارخص مصدر للبروتين الحيواني. يعني مش عايز تاكل لحمه او مفيش فراخ مفيش مشكله، لكن البيض حافظ ان انت تاخد بيضتين او 3 في اليوم، لان نسب البروتين فيهم عاليه وفيهم غذاء عالي وكبير جدا جدا جدا.